السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الحارس الشاب المتألق أيوب الخياطي، واحد من الحراس المحترمين جدا في البطولة الوطنية. أيوب الخياطي واحد من الأسماء المحترمة، يقدم عروض جيدة في البطولة الوطنية. الحارس كيف لا وهو المحاط بإعدادية مجددا عبر محمد ونجم. استلام الكرة حسين بن عيادة لأونجم من الطرف الأيمن. ونجم يحاول يمر ونجم، والحكم يتدخل ويعلن عن ضربة خطأ لمصلحة اتحاد تورقة. اتحاد خد دفاعه يقوده الياس الحداد في ظل تواجد واحد من اللاعبين المميزين ابن الوزعه. الهدف الاول في هذه المباراه لمن سيكون هذا الهدف ومن سيعانق الهدف ويحتفل بالهدف الذي ينزل دائما في واحدة من أهم مباريات هذه الجولة. كرة لاتحاد التورقة يلعبها في القائم الأول، تتحول من جديد سيف الدين مرة أخرى. اليوم ينجح في البطولة الوطنية. كرة من جديد ودادية بلمسة يا سادة، ويلمسة في الشباك الخارجية. محمد ونجم تضيع الفرصة للوداد. لمسة الإعادة من حسوني. هذه عادته هذه ثقافته هذه تقاليده في التمرير، جودة تمرير عالية، والتدخل من طرف الحارس الخياطي. تمضي دقائق الجولة الأولى والنتيجة 0-0 بين الوداد والاتحاد التورقي. جمالية هذه المباراة في روعة. ماسك 5-4 5-3-2. الاعتماد على جوزيف كومبوس وهشام الخير وباقي اللاعبين كلهم عندهم نوايا دفاعية. كرة من أيمن حسوني والكرة من محمد ونجم تصل من حسين لونجم مرة أخرى. ونجم والتغطية من أحمد لخلج. كرة للأمام والتغطية من عمر النمساوي. صراع على الكرة، يحسم حكم المباراة، يكون ضربة خطأ لمصلحة اتحاد التورقة. حاول الوصول للهدف من كرة ثابتة بعدما عجز الودادي عن الوصول للمرمى. كرة في منطقة الجزاء، المتابعة بالراس، إمكانية للتسديد. فرحان أمين، التحول من الطرف الأيسر حسين بن عيادة. يا سلام، سلم يالا من كرة تضيع للوداد. اختبار وداد. ضربة خطأ لاتحاد التورقة من عمر النمساوي يلعب كرة عمر والتغطية من رضا. كرة في تماس لاتحاد التورقة. طارق السكتيوي يبدو مرتاح البال تطبيق لاعبيه للمفاهيم التكتيكيه لخططه التكتيكيه في هذه المباراه. التغطية من يحيى نحو رضا للامام لبولي جونيور والمتابعه من الياس الحداد الذي يبعد الكره في التماس امام السنغالي. بولي كره في التماس. سيف الدين خريج الاكاديميه المبدع رفقه. كره من يحيى عطية الله في القائم الثاني نحو زورا كياكو يلعب ليحيى جبران للامام. ونجم يمر. كراتك يا ونجم، والتغطيه من احمد لخلج. كره تتحول ضربه زاويه للوداد الرياضي. عاد الانسلالات. ونجم بالسعاده مستوياته السابقه لما كان يصول ويجول مع اشرف بن شرقي رفقة الوداد لما توج بلقب دوري ابطال اوروبا رفقة حسين عموته ودوري ابطال افريقيا مع حسين عموته. ضربة زاوية للوداد الرياضي. مرة أخرى صعود سولا ورضا وأيمن. كرة في منطقة الجزاء، المتابعة في القائمة الثاني من حسين بن عيادة. كرة من الطرف الأيمن وضربة زاوية أخرى لمصلحة الوداد. تجد في كل مكان هذا مشهور حسين بن عيادة، اللاعبين الكبار. كرة من الطرف الأيمن ونجم بلمسة. كرة في منطقة الجزاء والتغطية من عمر النمساوي. يتدخل والكرة ضربة زاوية لمصلحة الوداد. بطاقة
ايمن يسدد، تتحول كرة ضربة زاوية لمصلحة الوداد في آخر ثواني الوقت المضاف من الجولة الأولى من مباراة الوداد واتحاد تورقة التي تتحول نحو نهاية فصل الأول، والنتيجة لم تتغير 0-0. ضربة زاوية للوداد، رضا الجعدي في تنفيذ ضربة زاوية للوداد الرياضي. الرضا يلعبها رضا في منطقة الجزاء، والتدخل من دفاع اتحاد تورقة. تعود من جديد ودادية يبحث عن انطلاقات ونجم الكنترول من ونجم، والتدخل في تشكيل حسين عموتة يراهن على عبد الله حيمود لمنح نفس جديد لخط الوسط امام ديا تتراكس في المدرجات، امام دعم جنوني، امام ما يقارب 40,000 حنجره في المركب الرياضي محمد الخامس. جمهور قياسي اليوم في هذه المواجهه امام اتحاد تورقة يعلمون قيمه المواجهه وقيمه التحدي ونوعيه التحدي قبل التوقف الدولي والتوجه لمونديال كاس العالم. كره من هشام الخلوه، هشام ينتظر الدعم، يوصل كورتو من الطرف الايسر بانغوسوم، تلعب بن رماش يلعبها للوراء نحو احمد طاهر الخليج، تلعب مجددا في خط الوسط لاتحاد تورقة الذي يحاول الخروج والتخلص من الحضر الدفاعي في الجولة الأولى من هذه المباراة. شكل آخر في الجولة الثانية، ارتيسيد أيمن مريد عاد للتدخل على سيف الدين بورع. سيف الدين الذي يغادر المباراة يعوض همه الوحيد الوصول للمرمى. يحيى جبران توصل بالكرة من الطرف الايسر ودادية، عنده المساحة للتقدم، تلعب كرة في منطقة الجزاء. عبد الله حيمود لوحده، لكن تسرع شيئا ما، حاول التسديد مباشرة لكن تتحول التسديدة بعيدا عن مرمى اتحاد تورقة. ممتازة تمريرة من يحيى عطية الله، دعم متواصل من عطية الله وحسين بن عيادة لخط هجوم الوداد. في بولي جونيور ينتظر ولو نصف فرصة. هذا اسماعيل المترجي ومنبوش، اختيارات متوفرة لحسين، كرة نحو بولي، التغطية الياس، تتحول مجددا من رضا ومطالبة بوجود ضربة جزاء. من الإعادة لما حدث بالتفصيل ضربها في وجهه. مباراة تتواصل في المركب الرياضي محمد الخامس، ننتظر قرار الحكم، كان أقرب منا يطالب عطية الله لمن الحسوني، عطية الله، الكرة العرضية في منطقة الجزاء، المتابعة من تدخل الحارس الخياطي، يتدخل والحكم يقول لمسة يد، ضربة جزاء للوداد، يقول حكم المباراة للوداد في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع. هنا الإعادة لما حدث، لما وقع في منطقة الجزاء. الحكم أقرب مني ومنك، يعلن عن ضربة جزاء. الإعادة من مختلف الزوايا لما حدث، سننتظر قرار الحكم وحكم الفار فيما حدث في الكرة الماضية. الواقع يؤكد أن حكم المباراة أعلن عن ضربة جزاء للوداد. وتركيز، الهدف وهدف بولي جونيور، أيوب الخياطي، ضربة جزاء في الوقت الميت من المباراة في أصعب توقيت في هذه القمة. بولي جونيور يبحث عن هدفه الثامن، بولي يضيع، جونيور يضيع، تضيع فرصة للوداد لقتل حسم المباراة في الثواني الأخيرة من الوقت البدل الضائع، لتظل النتيجة 0-0 بين الوداد واتحاد تورقة. فرصة سانحة للوداد تضيع من بولي جونيور، ضربة جزاء في الوقت الميت من المباراة. بولي الذي سجل 7 أهداف بالتمام والكمال يعجز عن إضافة هدفه الثامن في البطولة الوطنية. قاسية هي كرة القدم، أحكام كرة القدم، أعراف الكرة قاسية، الحكم يعلن عن ضربة خطأ والمباراة لم تنتهي بعد. هنا في المركب الرياضي محمد الخامس
أيمن الحسوني يلعب كرة نحو زهير تبعد في تماس الوداد. رضوان جيد يسعد للإعلان عن سافرة النهاية، والفرصة الأخيرة للوداد. عبد الله حيمود ينقلها لأوناجام، أوناجام يمر، أوناجام يلعبها من الطرف الأيمن، ودادية ينقلها يحيى جبران للحارس الخياطي. بعد الحكم ينهي المباراة بتعادل 0-0 في مباراة قمة في كل شيء بين الوداد واتحاد تورقة. مباراة تنتهي متعادلة بين الفريقين. هنيئا لنا.